ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة في موضوع جامد جدا، ايه هو؟ ازاي اخلي الفعل في المصدر وفي نهاية الجملة؟ امتى يجي الفعل في نهاية الجملة وفي المصدر؟ انا ساعات بجيب المصدر في النص، في التاني لا، المصدر بيجي في الاخر. امتى؟ في حالات معينة. هنشوف اول حالة ايه اللي هيجي فيها الفعل في المصدر. اولا مع المودال فيربن. مودال فيربن، ايه هي المودال فيربن؟ دوفن يسمح له، كونن يستطيع، mögen يحب، müssen يجب عليه، sollen ينبغي، wollen معناها ينوي او يريد، ومشتن بمعنى يرغب. مشتن بمعنى ايه؟ يرغب. يبقى اول حالة لو انا استخدمت المودال فيربن في جملة، ومفيش اي ساعة يا جماعة في ألمانيا أو النمسا أو سويسرا، الدول الناطقة باللغة الألمانية، مفيش يوم بيعدي عليا إلا لما استخدم المودال فيربن. يعني كده كده هتستخدمها، يعني ما تهربش، عاجلا أم آجلا هتستخدم المودال فيربن. طب لو استخدمت المودال فيربن إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن الفعل هيجي في نهاية الجملة وفي المصدر، يعني هيجي بعده كوما أو نقطة. كوما أو نقطة، ما تجيبش حاجة تاني بقى قبل الكوما وقبل الايه؟ النقطة. كلاوس will seine Freundin heiraten, aber sie will nicht. يا كلاوس حظك وحش. كلاوس عايز ينوي ان هو يتجوز صاحبته، بس هي مش راضية. بس هي مش ليه كده يا آنسة؟ مش عارف ايه. طيب كلاوس متضايق. ينوي. ينوي مش مشتم، ينوي. ينوي، ناوي بقى. يجيب بقى النيش ويجيب العفش. ناوي يجيب بقى ايه؟ العفش، ويبقى ناوي يتجوز، يبقى فعل فولن. عشان كده جبنا فعل هايغاتن اللي هو معناه يتزوج فين؟ في نهاية الايه؟ الجملة. والكوما دي معناها ان الايه؟ الجملة خلصت. فعل dürfen, der Sohn darf heute länger aufbleiben. Aufbleiben معناها يسهر، مع länger معناها يسهر. Der Sohn darf heute länger aufbleiben. يسمح للابن النهارده ان هو ايه؟ يقعد سهران حتى وقت متأخر. ادي aufbleiben جيت، ما قلتش aufbleibst ولا كده. تمام. الفيديو طويل، كمله للنهاية عشان هتستفاد جدا، هيوفر عليك ربع الجراماتيك. متنسوش تعملوا لايك وتفاعلوا يا جماعة. können Sie Auto fahren. können بقى فعل können بمعنى يقدر، يستطيع، يجيد لغة. يتعلق برضو، يجيد مهارة أو لعبة رياضية. können Sie Auto fahren؟ تعرف تسوق؟ natürlich ich habe es in der Fahrschule gelernt. أيوة طبعا، أنا أخدت الكورس ده في مدرسة تعليم قيادة. كون اهو في الحالة الاستفهامية جه فاغن في الآخر. تمام. اوكي. mögen mein neuer Freund mag Bücher lesen. صديقي الجديد ده بيحب قراءة. بيحب قراءة. mag lesen. mag lesen يحب قراءة. mag trinken بيحب يشرب. mag essen بيحب ياكل. ماجزين بيحب يرى او بيحب يشوف. ماج بوشر ليزن بيحب قراءة الايه؟ الكتب. جبنا ليزن في نهاية الايه؟ الجملة عشان في موجن. اما müssen ein Bäcker muss jeden Tag sehr früh aufstehen. دايما الفران او الخباز لازم يصحى بدري كل يوم. يصحى بدري. aufstehen معناه يستيقظ. aufstehen جت هنا مصدر عشان مس. دي أول حالة. حالة إيه يا جماعة؟ حالة المودال فيربن اللي بيجي مع الفعل فين؟ في المصدر. في المصدر، في الانفينيتيف. فعل sollen. Ich soll Klaus diesen Brief persönlich übergeben. übergeben يعني يسلم. übergeben يعني يسلم. Ich soll أنا لازم، والله الجواب ده لازم أديه لكلاوس بصفة شخصية. persönlich. persönlich بصفة إيه؟ شخصية. آه طيب الحالة التانية خلاص كده. الحالة الأولى يا جماعة عشان ما حدش يجيب لي بعد كده مودال فيربن ويحط لي الفعل وراه ويكمل الجملة. الكلام ده بقى خلاص من النهاردة ممنوع الكلام ده.
يعني الفيديو ده مهم قوي قوي قوي. الناس اللي بتقول ما بعرفش اركب جمله، ادي خلصنا من ربع الايه، الاستركتور او التركيب. beim Gebrauch der Verben bleiben und lassen. ايه ده معقوله؟ ايه ده bleiben ولاسن ليهم قاعده؟ bleiben ولاسن دول لو جم في المركز الثاني الفعل بيجي في المصدر. يبقى bleiben طب معناه ايه؟ يمكث او يقضي. ولاسن بتساوي يترك. لاسن يترك. طيب هنشوف بقى ايه ده، يعني بلايبن ولاسن بيعملوا نفس الدور بتاع المودال فيربين؟ يا نتولش. طيب مثال لبلايبن: Sonntags bleibt meine Mutter gern im Bett liegen. ماما بتحب تقعد في السرير يوم الآحاد، يعني كل يوم حد بتحب تقعد ايه في السرير يوم الايه الأحد. ادي ليجن اهي جات، ما قلناش تسوق. ماشي. جه الفعل ولا صرفنا الفعل، جه الفعل فين في المصدر عشان في فعل بلايبن. الله، ايه ده انا اول مره اسمع ان في فعل بلايبن بيعمل ايه، انفينيتيف، بيعمل جمل مصدريه، جمل مصدريه. ايوه هو كمان فعل لسن، هو كمان فعل لسن. اللي عايز اي قاعده يا جماعه يكتبها لي في كومنتار، يكتبها لي في كومنتار. يعني في ناس قالت لي انا عايزين الحالات اللي بيجي الافعال فيها في المصدر، قلت لهم حاضر من عيوني الاتنين. Wir lassen sie zu uns kommen. ادي جه فعل لاسن اهو، وجه كومن في الاخر. سمحنا لهم ان هم يجوا لنا، سمحنا لهم ان هم يجوا لنا zu uns لينا. ادي كومن جات في المصدر. ايه ده بتشرح فين النهارده؟ انا بشرح في الحالات اللي يتحط فيها الفعل في المصدر. طب ايه الحالات دي؟ خدنا حالتين، المودال فيربن وبلايفن ولاسن. ايه ده بلايفن ولاسن بيخلوا الفعل في المصدر؟ ايوه. طب وايه رقم 3 بقى؟ رقم 3 الافعال دي لو جت هتحط الفعل في الانفينيتيف. الله، كويس ان انا ما فاتنيش المحاضره دي، كويس ان انا حضرتها عشان من بكره، النهارده من بكره والنهارده كمان هقدر احط الفعل في المصدر مع الحالات دي. جين، فاغن، زين، هيرن، افعال اللي هي الايه الاربعه دول. Beispiele: morgen gehen wir in die Stadt einkaufen. بكره، بكره هنذهب للتسوق، بكره هنذهب للتسوق. ادي جيهن جات واينكاوفن. اينكاوفن جه في المصدر عشان في ايه؟ عشان في جين. Er fährt gerne mit meinem Auto spazieren. هو بيحب ياخد عربيته ويتفسح بيها. Er fährt spazieren. fährt spazieren بيحب يسوق ايه عربيتي في التنزه. شباتسين معناها يتنزه او ايه يتفسح بالمصري كده. Man sieht فعل زين بقى. Man sieht viele Flugzeuge fliegen. Man sieht viele Flugzeuge fliegen. Flugzeuge طائرات يعني. الواحد بيشوف طيارات كتيرة هنا. الواحد man بيشوف. ودي تديك معنى البسيط برضو، يرى، يشاهد. يشاهد الكثير من الطائرات تحلق فليجن. تحلق فليجن. Man sieht viele Flugzeuge fliegen. Ich höre auf dem فعل hören بقى. ايه ده بيخلي الفعل في المصدر؟ يا سلام، ده انا ما كنتش اعرف كده. Ich höre auf dem Land viele Vögel zwitschern. zwitschern يزقزق، العصافير بتزقزق. فوجل zwitschern. الله، ايه الشعر ده؟ Ich höre auf dem Land viele Vögel zwitschern. أنا بسمع في الريف auf dem Land يعني في الأرياف، يعني viele Vögel zwitschern. بسمع العديد من الطيور تزقزق. فين؟ auf dem Land في الريف. طيب الحالة رقم 4 يا جماعة، الدرس ده مقرر على البي 1 والبي 2. بي 1 بالمناسبة يعني بي 1 والبي 2 وبالأخص بي 2. طيب ايه الحالة رقم 4؟ فطور. فطور يعني المستقبل. فطور ايه؟ في عندي 2 فطور، اينس وتسواي. طيب لا، فطور اينس بقى اللي هو عنوانه فعل فيردن. يعني اول ما تشوف فطور اينس اعرف ان ده فيردن، معناه ان انا ينوي. ينوي يبقى معناها الفطور اينس. تنوي تعمل ايه؟ اهي يعمل بقى.
زي كلاوس هنا، كلاوس ناوي. طب انا بترجمها يا خالد، انت بتترجمها فيردن ناوي ليه؟ هي معناها ناوي او سوف. ايوه، انا بترجمها كده، ما بترجمهاش حاجه تاني. ما بقولش سوف ليه؟ عشان فيردن ده معناها ان هو يقرر عمل شيء في المستقبل الايه، ال- القريب. كلاوس wird für eine Woche nach Berlin fliegen. سوف يطير، ينوي كلاوس السفر إلى برلين لمدة أسبوع. جه فليجن أهو، يبقى فيردن بتخلي الفعل فين؟ في الانفينيتيف يعني المصدر. طيب رقم 5 مع فعل فودن. فودن دي بقى معناها ايه؟ فودن دي معناها يعني يا ريت اعمل، يا ريت اطير، يا ريت اكل، يا ريت اذهب، يا ريت ارسم، يا ريت التحق، يا ريت اكتب. يبقى فوردن دي معناها ليت. طب يشترط حاجه معاها اللي هي يشترط تجيب الفعل فين؟ في الانفينيتيف المصدر. مالكش حد، ليكش حد بقى في المانيا يعلمك. تعتمد على نفسك، اعتمد على نفسك وشوف الفيديوهات دي وراجعوا على فيديوهات من 45 ل 80 يا جماعه، مره واحده بس. Am liebsten würde ich jetzt ins Kino gehen. أحلى حاجة والله، أنا نفسي أروح السينما دلوقتي. jetzt. طب ودي معناها إيه الصيغة دي؟ أو في لغة النحو الألماني Konjunktiv 2. Konjunktiv 2 اللي هو التمني، صيغة الإيه؟ التمني، اللي هي بتقول لي خلي فوردن فين؟ في المركز الثاني، واجيب معاه الفعل فين؟ في المصدر. اتمنى ان انتوا تعملوا لي مثال على فوردن. كل واحد يتمنى اي حاجه، تمنى اي حاجه يا اخي. تمنى ان يكون عندك طياره. ich würde gern ein Flugzeug haben. تمنى ان انت يكون عندك طفل. ich würde gerne ein Kind haben. تمنى ان يكون عندك فيلا في برلين. ich würde gerne eine Villa kaufen. اتمنى اي حاجه عشان اصحح لكم ايه بنفسي يا جماعه. يبقى الحاجات اللي هيجي معاها الفعل في المصدر تذاكروها جدا وتشيروا الفيديو يا جماعه، تكسبوا خير وثواب في الناس اللي هي في البيت واي والبي اينس. دانك شون. bis zum nächsten Mal. Tschüss.